راهو حتى البطولة مهمة، مش عارف علاش ما تلعبوش بتشكيلة باهية حتى في البطولة. السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نعطيكم فيه تشكيلة الترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي الباجي في الدوري التونسي اللي بصراحة بدنا نتعبوا فيه، بدات تصير لنا مشاكل فيه. هك علاش الترجي الرياضي التونسي يلزم يفيق ويلزم ما عادش يستهين بالخصوم، ما عادش هاو تشكيلة ثانية ألعب بها في البطولة ضد فلان وضد فلان. لا يا خويا، كل مباراة قيمتها 3 نقاط، كل مباراة مهمة يلزم تعطيها حقها ويلزمك تحترم المنافسين. ماهيش سهلة البطولة التونسية كما يعتقد برشا ناس، لكن عارفين انه الترجي عنده افكتيف باهي صحيح. في احيان يعني ساعات حتى اللاعبين البدلاء يقدموا اداء ممتاز، ولكن ما لازمكش تستغنى على اللي نقولوا حنية عرس. من الاخر نبداو بحراسة المرمى، ومانيش فاهم علاش بشير بن سعيد ما رجعش في المباراة اللي فاتت. صحيح كان تعرض لإصابة لكن رجع للتمرين وما لعبش في المباراة اللي فاتت. ومميش برجولية ما يهنيش، مميش ما يهنيش بصراحة. خلينا مع بن سعيد يرحم والديكم، خاطر بالحق مميش في اي لحظة ينجم معناتها يعطي كرة الخصم، يحط كرة في الشبكة ولا يغلط لك غلطة متاع واحد. بالحق مش عارف شنو اللي صار له بعد ما كان متألق، معناتها ماشي ويطيح ماشي ويطيح ماشي ويطيح. يا خويا صبرنا برشا من الاخر معناتها وضربنا معاه ياسر، لكن الله غالب. بالنسبة للدفاع الثنائي اجلاسي وتوغاي، يا خويا ثبتهم. برشا ناس يقول لك لا توغاي يتضرب في حاجتنا بيه في ماتش الاهلي. اوكي ما تلعبش كل مباراة، اما على الاقل لعبة مباراة بعد مباراة، مش تخليه جمعتين ولا 3 مرتاح. بالعكس انت وقتها تزيد تطيح له حتى في الفورمه، فهمتوا؟ فلازمك تلعبه، خطر بالحق حتى البطوله عندها قيمتها، ولازمنا نضربوا عليها ولازمنا نعاركوا عليها من الاخر معناتها، ولازمنا نفكوا بلاصتنا. والله كان جينا متصدرين بستة 7 نقاط فارق نقول لك، اما انت ما زال العركه ما زالت قريبه، والاسماء الاخرى ما زالت تترصد فيك من الاخر. توغاي اجلاس يا اخويا خلينا نجيبوا 3 نقاط ويرحم والديكم الناس الكل. بالنسبه للاطراف على اليسار بن حميده، على اليمين دراجر. احسن حل يا اخويا، ابدا دراجر بن حميده باهيين. لا كيتا اوكي، بوزيان ينجم يلعبه، ولكن عارف انه صعيب ياسر باش يلعبوه بوزيان، مش عارف شبيه. ويمكن ممكن غلط انه جي مع جي الترجي، خاطر بالحق ما خذاش فرصته كامله، وزيد بعدها جي دراجر. نورمالمون الوقت هذا بوزيان ياخذ فرصته، لا جي دراجر وللامانه معناتها دراجر ممتاز جدا، لكن بوزيان ما خذاش فرصته في الترجي. في رايي الشخصي يا اما كيتا يا اما دراجا، يا اما كيتا يا اما بوزيان لازم يخرجوا من الاخر معناتها، باش على الاقل يعني كل لاعب ياخذ حقه وياخذ وقته. بالنسبه لوسط الميدان يا جماعه، فكره انك ترجع اوكبيلو كان مصاب اوكي جيده، ولكن ما تعملهاش في الماتش هذايا، بشويه بشويه خليه يرجع بشوي بشوي اوكبيلو للعبه وللمباراه الحاجه عليه وتقى خطر بالحق معناتها هذا هم المستقبل للترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لاوكبيلو كما قلت لكم مصيره الا باش يخرج من الترجي. بالنسبه لوسط الميدان هذا هو الثنائي الحاجه عليه اتقان، نتصور انه القاوي كيليبر بينات بعضهم باهي على الاخر، وحبينا انه يكملوا ديما يلعبوا. حتى في الماتش اللي فات توقعت انه التشكيله باش تكون حاجه عليه وتقال، لكن هو حط اوكبيلو. اوكي اوكبيلو مش خايب معناتها ممتاز جدا وشفناه في كاس العالم، لكن المشكله انه توصيه تعودوا على بعضهم الحاجه عليه وتقاه تولي تضرب الاستقرار يعني بالطريقه هذه. اوكي يعني كما قلت لكم اوكبيلو يرجع بشوي بشوي، وفي المباريات القويه نجموا نلقاوه اساسي، لكن في المباريات هذه خلينا مع الحاجه عليه تقاه. بالنسبه للامام اجبالي قاعد يقدم في مباريات ممتازه، شفنا رفيعه في المباراه اللي فاتت ما عمل حتى شيء، ف نتصور جبالي احسن بصراحه. ولو انه الماتش اللي فات تلعب على طارتون معناتها استاد خايب واستاد ماهوش معشى، فما تنجمش تقيم فيه رفيعه. لكن كما قلت لكم خلينا توا مع الاستقرار اكثر حاجه، وخلينا نركزوا على 3 نقاط اللي لازم نجيبوهم في المواجهه هذه. بالنسبه للاتاك نتصور احسن حاجه حاليا انك تبدا ابو عاليه. علاش؟ على خاطر يان ساس مضروب اوكي، لكن ما تعملش عملات وفازات خايبه شويه تخلي يعني لاعب مش في مركزه يلعب. بوعاليا نتصور انه خيار احسن من انك
تحط لاعب مش في مركزه وتغيير مراكز وطرشنيه. خلينا مع بوعاليا. علاش؟ المشكله انه برشا مباريات بوعاليا نحطه فيه لما يكون الترجي في اكثر وضعيه دفاعيه. لا، تو لازمه في الهجوم، ولازمه في المباراه هذه يكون اساسي في رايي الشخصي. بوعاليا الماتش اللي فات في بالي ما كانش حتى على الدكه اصلا، بخارج الحسابات. لازماش يكون خارج الحسابات في رايي الشخصي. بوعاليا في المركز هذايا ممتاز وممتاز جدا، شوي ثقه وكهو. بالنسبه للطرف الايسر جاك ديارا اكيد ما يتبدلش، لازم يكون اساسي كيف كيف. لاعب ممتاز ويعطي الحل في اي وقت، خاصه في المرتدات قوي على الاخر. بالنسبه للهجوم الماتش اللي فات لعب الجبري، لكن في رايي الشخصي دانهو افضل. حتى يعني دياكيتي ما نتصورش كان باش يعطي الاضافه في مباراه كمان هذه. نتصور انه فلوريان دانهو مظلوم شويه حتى من الاعلام. برشا ناس لما تالق ضد سليمان وعمل يعني حاجات باهيه، الناس كل ظلمات وقالوا انه اللاعب خايب. مانيش عارف كيفاش، ما فهمتاش الحكايه. يعني حتى والمشكله انه بعد المباراة هيك ما تلقاه خارج الحسابات. بعد مباراة قدم فيها أداء ممتاز جدا وسجل وبدأ يتقدم مع الترجي، حطوه خارج القائمة. مش فاهم اللي صاير. إن شاء الله يتحسن الوضع، وإن شاء الله الترجي في قادم المشوار يعني اللاعب اللي يستحق يكون موجود. وإن شاء الله الأفضل هو اللي يكون حاضر في التشكيلة الأساسية، مش فقط تكتيك وأمور. معناتها نتصور التكتيك متاع المدرب الجديد ما يفرقش عن المدرب القديم معناتها من ناحية الرسم التكتيكي. فاللاعبين اللي يستحقوا واللي يكونوا عندهم الإمكانيات، معلش لا ما تحطهمش هم الأساسيين. شكرا لكم الناس الكل. نتمنى لكم شهية طيبة، ملتقانا إن شاء الله في بث مباشر، تعليق صوتي وردة فعل على المباراة هذه. سلام عليكم.